سفيان مرابط البالغ 26 عاما من مواليد مدينة هايزن الهولندية لاعب فريق فيورنتينا الإيطالي حاليا خاض 45 مباراة مع منتخب أسود الأطلس وبات عنصرا لا غنى عنه في منظومة خط وسط منتخب المغرب مع جميع المدربين الذين أشرفوا على العارضة الفنية المغربية. أستاذ عثمان، هو ثالث أفضل لاعب في المونديال من حيث الأرقام الفردية. أعلى نسبة جري له كانت 71 كيلو متر بالمعدل العام لهذا اللاعب. مشاركاته 6 من 6، عمل 570 دقيقة من 570 دقيقة، تمريرات طويلة 7 من 13، تمريرات صحيحة 197 تمريرة من 232، صناعة فرص 3 منهم فرصة واحدة خطيرة، اللمسات 315، ساهم في العمليات الدفاعية في الضغط الدفاعية. الدليل انه شتت 9 كرات كانوا خطيرين، فقد الاستحواذ مرة واحدة، تمت مراوغته مرتين، لم يتم استبداله، الانطلاقات 69، نعم. ضغط دفاعي 223. دعونا نتعرف الآن مشاهدينا على نتيجة التصويت بخصوص أفضل لاعب وسط في منتخبات نصف نهائي كأس العالم فيفا قطر 2022. الفائز هو الأسد المغربي سفيان مرابط الذي نال الأغلبية بنسبة 63%. أستاذ عثمان، باختصار، يستحق لاعب نموذج للاعب المميز كلاعب ارتكاز يقوم بواجبه على أكمل وجه. شكرا. أعلن السويسري جياني إيفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم إقامة بطولة كأس العالم للأندية في نسختها القادمة في المغرب. وقال إيفانتينو في مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة إن المغرب تستضيف كأس العالم للأندية في العام المقبل.